يا صديقي، انت عارف ان اول ساعة في يومك بتحدد بقية اليوم ماشي ازاي؟ تخيل كده تصحى متأخر، تقوم على صوت المنبه وانت مضايق، تمسك الموبايل وتضيع نص ساعة في سوشيال ميديا. طبيعي يومك كله يبوظ وتبقى متوتر. لكن تعال نجرب حاجة تانية. أول ما تصحى تقول الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا. تقوم تفتح الشباك، تاخد نفس عميق وتخلي الشمس تدخل. بعدها تشرب كوباية مية بدل القهوة أو السجاير. جسمك هيشكرك. ولو قدرت تصلي ركعتين هتلاقي نفسك مرتاح ومطمن. اوعى تستهين بتفاصيل صغيرة زي دي. ممكن تبدأ يومك بتمرين بسيط، حتى 10 دقايق مشي مكانك. جسمك هيفوق ومودك هيتغير. بعدها حضر فطار خفيف، بيضة مسلوقة، جبنة، أي حاجة بسيطة بس تشغل عقلك وجسمك. خلي بالك، الموبايل مش لازم تمسكه أول نص ساعة من يومك. سيبه على جنب. خلي البداية ليك أنت، لروحك وصحتك وعقلك. في النهاية يومك هو استثمار. إما تبدأه صح وتكسب، أو تبدأه غلط وتفضل تجري ورا الخسارة طول اليوم. سؤالي ليك يا صديقي، أنت بتبدأ يومك إزاي؟ وهل جربت تغير روتين الصبح قبل كده؟